بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة سر الحياة. الرحمة السر تذرث. الرحمة سر الحياة. ذا شو تساكن أزال إثذرث. ذا شو تساكن القيمة إثذرث مثل الرحمة. مثل الرحمة أتسغل ثذرث الرزيف مرة، حياة مرة سغل ثذرث وسعي القيمة وسعي يزال. لذلك إمذا نستفن الفنا يثذرث نسن مثل الرحمة سقولاون. الرحمة مشاعر تملأ القلب، فإذا سكنت الرحمة القلب كان صاحب هذا القلب رحيما رفيقا بالخلق، بل بسائر الكائنات حيوانات وطيور. قول ما تزدغيث الرحمة ذافيس هذه رحمة ما ذي مذانا سخلقيث أما ذي الضيور أما ذي الحيوان. كلمة الرحمة يكررها المسلم على الأقل 17 مرة في اليوم 5 صلوات مدنيني. الرحمن الرحيم، سورة الفاتحة ذي الرحمة. وسورة الفاتحة تسمى الكافية، تسمى الوافية، تسمى الشافية، تسمى الصلاة. أسماء الفاتحة أشحال يسمون الساعة سورة الفاتحة. ربي سبحانه من أسمائه الحسنى الرحمن الرحيم. الرحمة ذي السر تذرث. أولا الرحمة في القرآن. إمي الساعة نزل ذم قرآن ونحواجي تذرث لنا الرحمة. أما ذي الجامع، ذي المجتمع، ذي ثواشوت، ذي السوق، ذي كفردان، ذي الخدمة، نحوج الرحمة ذي كل مكان، ذي كل زمان. لذلك ربي مسليد في لاسطاس. وردت كلمة الرحمة في القرآن كثيرا لأن البشر لا يستغنون عنها. فإذا سلبت الرحمة من قلوب الناس لم يبق للحياة سر. ربي بذري سيدا طاس الكواليس خاطر يحصى ويزرع. ربي ناد ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ميلا سوكس الرحمة الدنيا ثلث القيمة. لذلك ربي بذري سيدا طاس الكواليس طاس الآيات. على سبيل المثال نبدو من صفات الله الرحمة. ربي سي صفات نس ذو الرحمة عند الرحيم. كونه لا يعجل بالعقوبة من الرحمة. التضيون يغلظ يشرد يظلم يخدم العجب. ربي سوسع سمرار. الله يمهل ولا يهمل. يسوسع التفضيون 70 سنة وري الظل ولا ذيوث من الركعة. ربي يسوسع يهديك ربي في 70 سنة إذا تظليت الخير الربح ما شاء الله. ذا الرحمة ربي سبحانه. لو كان ماشي كان مشكلة اسم سعاس اختمت الخاتمة إلهام. نسأل الله حسن الخاتمة. ربي يدي القرآن الكريم على سبيل المثال آيات كثيرة. ربنا وسعت كل شيء رحمة. كل شيء. الرحمة ذي جنوان ذي جثران ذي جذورار ذي البحور ذي حياة الضيور في حياة الكائنات. الرحمة في كل شيء. وصلنا إلى بيت الله برحمة الله وبإذنه وبتوفيقه. كل شيء برحمة الله. ربنا وسعت كل شيء رحمة. الرحمة ربي ولا شمكاني تجا اللوفاني تعبط قماس تبضيف الرحمة. يفكاس ربي لي كونديسيون دو في مش عاش ظروف الحياة مقومات الحياة يتعبط قماس في وظيفة الرحمة ربي الميد يساغر الدنيا. والرحمة هكذا من بطن الأم إلى بطن الأرض. هذه مثل بنادم هذه مثل ورس 100 سنة واسمي يموت الشرع دي قرح حذاري يغسل الميت ساعة الحرمة.
إغسان الميت سعن الحرمة. ينادي النبي عليه الصلاة والسلام كسر عظم الميت ككسره حيا. ما تخدمض لي فويا تغيزير تفنوض ما تخدمض توفيض دي غسان الميت حذريثا في سعن الحرمة وسنتروزا سو تراكتور نصو بوكلا نغسين الواقي سي بون يموت. لا، يغسل الميت سعن الرحمة. لذلك مما أثر مثل ومقارن دون دورغان وقال يتسكن يعني الأعضاء نسلو يتسكن يزلط ويت مما يموت بنادم مرجال وصية تستمع ممنوع يونادي السامي المرحوم. حذاري الميت يسعى الحرمة. الإنسان مكرم صاحب حرمة حيا وميتا. قال ربنا في سورة الإسراء في الآية رقم 70 قال ولقد كرمنا بني آدم. ربي كرم بنادم يفكيس الزال يفكيس الحرمة حيا وميتا. لذلك ما يقبل نتسا سلف غيس يجا تيستامون وصية يجوز أن توكس الكوريس الجسد ينس أين إلى قد يتوكس. وإذا قد يكشف الخبرة الطبية والخبرة العلمية في الموضوع لقوله تعالى فاسأل به خبيرا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وين يسلك ربي سي العذاب الجحيم تجي قمة الرحمة يقول ما يسلك ربي سي جهنم. ربي سبحانه قال في القرآن فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الآية يقول الإسلام سورة غافر الآية 7 في 7. الآية ميضنا ربنا ورحمتي وسعت كل شيء تجي في سورة الأعراف الآية 156 وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سورة المؤمنون الآية 118 ربنا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. ربي تمسلاي يوجد يعصان ربي المعصية ثم قرآن اونغرو اون ديتاي خدمنا كل معاصي رب اسمي السوال صرحنا ينس اسمي قال لا عباديو ثم زوروث لنا 4 ميساجين 4 رسائل ثم زوروث قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. 4 اسمي السوال العباديو ورد سيست السر رحميو. لذلك نكوني أريد جزارة أن نغلق الرحمة ربي ثبوت الرحمة نغدا ولاقي خاطر الزريط زراهم في كوالي لو ان داغي يصرحوا الميزان نغال نسكونداني مذانا ذا كونداني لا ولا واحد عنده حق يكونداني واحد آخر ولا واحد بدليل قوله تعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. إيه بالك الشريط في تظلي في 50 سنة ولا شك طاعة تلميذ 50 سنة أبرات ولا غيون يسعى 60 سنة ولا الزولارة حذريت خلص الدعوة ذايا إلا كنت تموت ذاك الشيء اللي في 40 سنة تموت الكونتينيك للسولد زيرو ركعة ما ندري. لذلك ربي ناد كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم خاطر ربي يديهدون بدليل قوله تعالى الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ذي سورة الفاتحة القارئ اهدنا الصراط المستقيم. لذلك رب سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم أسرفوا يعني خذ من الذنوب فيهم قرانين لا تقنطوا من رحمة الله وسيسترسل رحمة ربي إن الله يغفر الذنوب جميعا سونز اكسبسيون كاع الذنوب سيظل قصين الصف اشنو نصوفك اي غير صوف ربي قال جميعا نكوس نقال صوف صحيح ما يتعلق بذنوب العباد لنا مشكلة ظل مضيون هي ونستخدم خدام يتشافي فيه من بعد هي خلق مش تقابلات ذي الدنيا تقابلي إن السمحيين
تخدم ضروري ذي الوقت اني حسبك سي حرشي مليح قفز مليح تطبيق غيم بوال يسميس لعب شطرتك ثورة ثوفغ يلا سمحييني عدل خلصيت في كاسي وخدام في ذي في كاسي وخدام الحقيس قبل اتكاو في ذيس ودينا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إن أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ولا شو كان إزرفان لدروا إزرفان إيو خدام أم النبي صلى الله عليه وسلم يلا إذن بعد ثاني قالوا عند ربي إنه هو الغفور الرحيم إزوال المغفرة اختمت الرحمة تلاقي سورة الزمر الآية 53 آيات كثيرة ثورة نروح ألف وجي يعني ألف الرحمة من صفات الله باء الرحمة من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام ربنا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك سورة آل عمران الآية 159 إذ قلنا غير ربي سبحانه الرحمة الصفات للنبي محمد صلى الله عليه وسلم الآية 107 من سورة الأنبياء ربي ناد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما شاء الله آية جامعة صفات الرحمة التي يتصف بها رسول الرحمة صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم تجد تسد في سورة التوبة الآية 128 ذا ربي ند في سورة الإسراء الآية 82 وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين والآيات كثيرة أيضا في سورة العمران الآية 8 ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وآيات أخرى ندير إحالة سورة العمران الآية 107 سورة النساء الآية 175 سورة الأنعام الآية 147 سورة يونس الآية 21 سورة هود الآية 9 28 63 سورة الحجر الآية 56 سورة الإسراء الآية 28 87 100 سورة الكهف الآية 10 65 82 98 سورة الأنبياء 84 أرنوا الصور نظن أطاس لا يثند ربي يهضر في الرحمة باش غديني أكسلم العنوان الرحمة سر الحياة الرحمة السر انتو ذرث ثورة ثانيا أدهضر شوية الرحمة في السنة النبوية أنظر ذو يروج والسين ذي العنصر والسين ذي ثلا في السناث ذي الشرعي في السنة النبوية أيضا الأحاديث كثيرة إن ثنتي النبي صلى الله عليه وسلم منها سيكسنت دخلت امرأة النار في هرة ربطتها ولم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حديث صحيح خرجه الإمام مسلم إخبار غيد النبي عليه الصلاة والسلام إنك يوثن تمطوث الطف ثمشيش قطة في الجاز شديس من بعد واستفكار القوث واستظلقارا باش تفغ الخلا أتضبر القوثيس وقيت الذنوب ذا من القرآن باش ننظر الرحمة ماشي كان يري مذانا يرث خلقيث ولكن الرحمة ثوسع ثبضل مي تمشيشت وتمشيشت ضرب سيدي خلقا تسعى الروح أكوين يسعى الروح يسعى غزال يسعى القدر يسعى الحرمة أكي غادي يخبر النبي عليه الصلاة والسلام باش بعد ما دير اش هاديني وكذا راه يشد سون كومونتير ذي مذانا ويتجال ويضل اللازم والعالم اليوم عالم الانترنت والعولمه والتكنولوجيا والثورات الطبيه البيولوجيه الاعلاميه الاتصاليه بلا حدود وكاين لنا الغاشي ثورة نسي اللازم ثوره في هذه الكره الارضيه نهضر في لنا
نقول الحمد لله اسطوريت والحمد لله، ولكن هناك شعوب الآن تموت جوعا ويمس الكراس الحرب، الرصاص، مصانع تصنع الأسلحة الدمار. بنادم يخلق في ضربي الدونيث هذا يعيش تلويث شحال راه يعيش كم يعني إلا ولم يعيش 4 القرون شوية كان قلا 40 50 60 يلا. ولكن الإنسان مادام تفغ الرحمة سكوليس يسعى الكوراج غادي يخدم السلاح وغادي يخدم مصانع، من بعد مين تخدم اللوزينات السلاح هاد خدم الكراث هذا مشاونا بالأمة قلنا غادي يهضو ربي نسهلي ومشتو نسهل هاد خدم الحرب حروب في الدول العربية كراث فتن أبرا غادي فكر السلاح هذا مسكفو مين مسكفة هذا سنا ذوي البترول ذوي كلش سي نورمال إلا قا ذوي الحق نسم. شوف العبث ربي يناد ذي القرآن الكريم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. سورة الحجرات اسم سورة الأخلاق الآية رقم 13 الآية رقم 10 يناد إنما المؤمنون إخوة يروح المبض الآية 13 يناد وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. شعوبا وقبائل لتعارفوا. لازم الشعوب في العالم يكون عندها التعايش السلمي ماهوش الحروب والقرات إلى آخره. ولا حول ولا قوة إلا بالله. النبي عليه الصلاة والسلام قال ثامشيش هاتسا تمطوث ثبض غير المصير المحزن غير ثبض خاطر يمي تخدمك ذي تمشيش. الجهة اللي ظن ربي عفايا سيول برقاس كي غادي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لأنه سقى كلبا. من بعد سمع من الصحابة قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا. صافي من نخدم الإحسان الحيوانات البهائم ما نسعى لاجر أشو سنين النبي عليه الصلاة والسلام في كل كبد رطب أجر. لاجر يلا ذي كل وين يخدم من الرحمة أما غير بنادم أما غير الحيوانات أما يسعى الرحمة. لذلك في شرعنا الحكيم من وظائف المحتسب الرفق بالحيوان. المحتسب الحسبة هذه وظيفة شرعية مهمة جدا. المحتسب ما ولا يون يرفض سافقة الزيلة أكثر بين الزمر أسيخدم بي في اللغة المعاصرة سير شارج نهار كيفما طوموبيل 480 اسير في ديون اكثر ام كاميون هبا يخدم بي هاو ماشي الباشي ماشي ذا كاميون الزيله نغلغهم ما يعبايس اكثر بينهم يزمر. المحتسب لا يقبل هذا شرعا. هذا موجود في الشريعه واجب الانفاق على الحيوان. او وين يسعى نخر فيه وين يسعى اي يسعى الحيوان فيك ساعه إلا قصني يفكا الجن ما كان يفكي عقالا موري سعارة ما يضبرق الروح ماذا خرفيات يزلو نغاث يزنز نغاث يفك. أما ذين نظنك وماذا مشي شاماما سانا كل حق وقذين الوقت يسمح هذا في التفاصيل. ولكن رسالة باللي أمكن إلا الرحمة بالإنسان مثل الرحمة بالحيوان. إن أحاديث أخرى وتها يعني أحاديث كثيرة يعني اختاروا منها النبي عليه الصلاة والسلام الناد إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. حديث خرجه الإمام مسلم. الرفق من الرحمة. ذا يناد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر معليش نربح الوقت أروح مباشرة إلى فتح مكة. حدث فتح مكة زرنا ثم شهود من السيرة النبوية. النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان ظلم تحقرون استهزان يسن ناس شاعر ذا سحار ذا الكاهن ولاش شو خدمنا ذيك سوالف الصحابة المدينة ربي سبحانه مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. في آية أخرى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. ربي حكى ذوك ثم شهوسي قدراني النبي عليه الصلاة والسلام كل الصحابة اللي
مكة المكرمة. المهم في النهاية ظهر الهجرة من مكة إلى المدينة. سميت يغنى النبي عليه الصلاة والسلام فاتحا لمكة المكرمة مع الصحب الكرام، يجمع داك وقال لك خدم ديك الباطل وقال يخدم المشركين يكون مكة، يجمع يثني ديال الناس ينبوال ذا شو التراجم سلجيهاو ساقي ثورا يطفكم الحال. الناس ما تظنون أني فاعل بكم ذا شو التراجم كنت خدم غاسة وقد مكنني الله ذا شو سنان خيرا نصرا سلجيهاك سوى الخير المضمع عندك الخير يدننا ولاقي ناس خيرا أخ كريم وابن أخ كريم ما شاء الله. ذينا النبي عليه الصلاة والسلام أشو سنينا إناس لا أقول لكم إلا ما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا فأنتم الطلقاء. الله يا ربي الله لا يقول هذا الكلام إلا رسول ماشي دايري سهلا. الناس اش كاين نفسي والخرسي جهه او فين غاشو ديالنا يوسف ثماثنيس زرا ماشو خدمن دي يوسف عليه السلام إن يسن ربي بعد اللسنين اذهبوا فأنتم الطلقاء لا أقول لكم إلا ما قال يوسف لإخوته بدء الآية لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم يسوس ربي باش يعفو وهو أرحم الراحمين. من بعد يسن اذهبوا فأنتم الطلقاء ترجمة عملية دقيقة عميقة لطيفة لمعاني الرحمة. محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم في سورة الفتح الآية 29. ثالثا وأخيرا الرحمة بين الخلق فرد وغادر غورنا نكني ولا الرحمة في القرآن والسنة فرد وغادر غورنا. ألف الرحمة بالوالدين أنزل في الوالدين خاطر ربي في كاس نزل بعد إذا ربي دينا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا فرصة يذكر بعضنا بعضا. ربي قال في سورة الذاريات الآية 55 وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذا نسمحي إيمان النغ أكل من الله أوين نسعر الرحمة سي مولان ولا قال في فتح الحال ولا قال في فتح الحال ماشي ما يبويث نسخم قمغارا يرثى الشيوين ومسمان أخام الرحمة مالوريزمون دور الرحمة. لو كانت تلك الرحمة في قلوب الناس ما احتجنا إلى بيوت الرحمة إطلاقا. وجدت دور الرحمة لضعف الرحمة ذي من اللي خام القمغارا مولا شمشان نسوي خام القمغارا يا عجبا ذي ثمور ثقن سلما فدي مغار نغد حكون اش قرن مغار موري السعارة الدريا موري السعارة ولا ثيرفذن ذا الذروم اي غربي من دعوة الخير كيني اكون جعل ربي ذا ذروم يسروية ونغروم يفعل في اللون الهموم. الذروم يسعى مازال اما ذي الشرعيث اما ذي قبيليث يتظاهر صافي لانت لي فالور حارسه القيم حارسه للمجتمع هي صمام امان. لذلك ربي سبحانه وتعالى في الرحمه بالوالدين واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سوره الاسراء الايه 24. با الرحمه ذا تواشد بين الزوجين نبدا بها زرما كل ايه يدينا ربي سبحانه سوره الروم الايه 21 ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. رب بدي يهضر فرقه زاك تمطوث انك اشو قلنا يرسم الحماله كذا الرحمه ولا ما تروح الحماله الا قد قيم الرحمه. انا عمير
ماشي يركز اسمي الله يصحى يجهد يتسود الرزاق الخير ربح اسمي يغال وركز نظام غار يغال يهلك وريسوالي يرى يسعى لاتونسيون يسعى السكر اتحقر ثمغارثيس لا تسعى الراويس نورمال الزين والراويس الخير ربح فرح قرنس دوسان يلهان ماذا مغارني اذيش وحدس اذي يعيش وحدس يرنا ثيك والات جرحا موكيا جيفارا وروح سخان مغارا اتفضيم دوكاليه اتزهوم نورمال والعكس قد يتحقق ذاتي كل تفضي زمر ارجاز ثمطوثي سمي ثلاث جهد سبد ذا سخان حرز سخان ثمطوثي حرزن ثيف ثيوغي حرزن الخير اربح اسمي ثوظا ثهلك قول ناس دير وسام اتي يحقر واتي يظلم بالك سيفرو بعد 50 سنة من الزواج نغشفر عاش كيف كيف ثفنايا سخان حرزة سخان ثورة غسا اتي يظلم اين الرحمة اندث الرحمة لذلك ربي سبحانه ينال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون سورة الروم الآية 21 جيم الرحمة بين سائر الناس الرحمة يجركوا يمذانا هذا هو بعض الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الله تعالى أو يرحم من الغاشي يرحم يمذان ربث يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء الحديث خرجه الإمام أبو داود والإمام الترمذي وغيرهما أكن ترحم ضين ذن ربك يدفك الرحمة الحديث الناظم من لا يرحم من في الأرض لا يرحمه من في السماء خرجه الإمام الطبراني ونفغان الرحمة أغد يرحم بذي جنوان لقد يرحم جيرانا ذي القاعة إن ربي سبحانه إن النبي عليه الصلاة والسلام لا تنزع الرحمة إلا من شقي يا لطيف حديث يجهد مليح معناه سوكس الرحمة يوم ذا الشقي أو رغيج على ربي ذي الأشقياء إن شاء الله رجع على ربي ذاتنا الرحمة إن شاء الله حديث خرجه الإمام أبو داود والإمام الترمذي والإمام أحمد حديث أبي هريرة اسمي يسيون يوني الشتاء يسد غير عليه الصلاة والسلام إنس يا رسول الله أوليو ذا زرو شكا النبي عليه الصلاة والسلام قسوة القلب باش يسينا امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين في كيس لوردونوس دواء إنس أولي ذا زرو صفو السادة الرحمة إنس مثل ولا ذا وجيل مسحاس سفلى قرويس تفيتاكا سيشبوب ثيس قرويس مسحاس أتكشم الرحمة سولي وذا أطعم المسكين ويلند الفقير المسكين يحواج الشيف أمو السنة رمضان الخير الحمد لله يا ربي أين نزرع على الأقل وين تزرعان ما شاء الله الرحمة ذي لطروت قفرذان شتنا كل غاشي الليل الزهان ما شاء الله تشان سوان فرحان الحديث يقول الإسلام خرجه الإمام أحمد إلا الحديث معروف النبي عليه الصلاة والسلام يطفل الحسن أو الحسين كما في حديث أبي هريرة إلا يون اسم الأقرع بن حابس التميمي اسمي ولا النبي عليه الصلاة والسلام أي السذون يتسلم في الحسن الحسين الراوي سيد علي الراوي فاطمة الزهراء رضي الله عن الجميع هذا غير الأقرع حبس ابن حبس كاش وسينا الناس كيني إن لي 10 من الولد سير 10 من الدرية الناس ولكن ما قبلت منهم أحدا يعني كو السذن غير راوي ممكنين خاطئ تسمع ذكي يلا النبي عليه الصلاة والسلام نظر إليه يعني يخزرك وتولي رورس شغل بيكا الناس من لا يرحم لا يرحم كفى ووال يعني من لا ساد الرحمة اش تروح الرحمة ولا الشيني ولا كيرحمن ماشي كيرحم ربي شوف رحم راه وياه ذراويه إذا هذه الرواية النظام الناس شي يخدم ما إلا توكس الرحمة سقولي نزع
الله الرحمة من قلبك. الحديث خرجه الإمامان البخاري ومسلم. في النهاية الرحمة هي الخلق سيدي يكون، أما هي الحاكم وكذا المحكوم. الحكام أدسوا من الرحمة المحكومين، الرعية، المواطنين. نعم، الرحمة في موضان المرضى، سورتو دي زمان كي نتعيشي يقوى الهلاك وإذا شو الهلاك، المعوقين زونديكابي إلى آخره. مع انتهى كل هذه الرحمة لازم تشمل هؤلاء. ذا تواشوت أحيانا تواشوت تسعيون ذا معذور الحقرا يتوحقر ذا تواشوت دايم ربي سكسن تزمرت يفكاو تد ربي باش تشم الجنة ما تخدمس الإحسان يوموضين ذا تواشوت تم السعد نوان أو كن يفك دعوة الخير. وإلا قال ذي حلفوا وموضين باللي الزاي هذه يغال المسكين الذي ذي عس الموت لا لي موضان ذي عس الموت كي مدان إمولاني وعيان ذي الواشو العيان ذي خير الموت ولا الدنيث. ولا قرن السيوض إموضان النغ باش أذعون السلموثي ما ننسم ما يلزمش نوصلوا المرضى نتاعنا باش يدعيوا بالموت على أرواحهم باش يموتوا يتهناو منا ويتهناو من هذه الحياة. الرحمة بالمرضى بالمعوقين وغيرهم ولو بالكلمة الطيبة ولو كان ذا والزيضا إلها ما سوى يضرن ذا غيري الجرح يسغيز يحلو يروال يتغيزين غيقاز يرنو. رحمة أصحاب العمل بالعمال ما كدرنا في كاسي وخدام في ذي الحقيس قبل سكاوثي ذيس. الرحمة بين الخلق إن شاء الله تعالى تجلب رحمة الرحمن الرحيم علينا جميعا. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الرحمة وأسأل الله أن ينظر إلينا جميعا بعين الرحمة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك. اللهم زدنا إيمانا وتقوى ويقينا. اللهم زدنا ألفة وأخوة ومحبة وسعادة. اللهم غير حال أمتنا إلى أحسن حال. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام. آمين آمين والحمد لله رب العالمين.